التانية اعتقد ان هي مهمة وهكلمكم فيها بجد بكل امانة من الاكسبيرينس بتاعت السفريتين اللي سافرتهم. هما انه ازاي تختار الرايت تريننج سواء كان جوه مصر او بره مصر. بقولها وللأسف بقولها، هي إن سوق التدريبات في مصر عامة بكل المجالات الطبية العلمية، ودي أكتر حاجة أنا جربتها فهتكلم عنها، هي إن هي بتميل للبيزنس أكتر. يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي ما ينفعش إن أنت تتكلم على تريننج بناء على الريبيوتيشن بتاعه. يعني أنت بقى في ناس دلوقتي بيتقال لها اشكر في التريننج الفلاني، أو ذم في التريننج الفلاني، ذم في المكان الفلاني، أو اشكر في المكان الفلاني. فما بقاش الموضوع في شفافية، اللي هو انا رحت فاتعلمت فقلت للناس ان انا اتعلمت. ما بقاش الموضوع كده. فبناء عليه انت تعمل ايه؟ انت دخلت الجامعة بتاعتك هتحدد التريننج جول بتاعك. يعني ايه؟ انا مثلا دخلت علوم، دخلت طب، دخلت اسنان، دخلت صيدلة وتفر. انا دلوقتي عايز اتعلم practical work، ابتدي ان انا اشوف ايه الاماكن اللي بتعلم، وبناء عليه ابتدي ان انا اجرب. نصيحتي ليكم ما تمشوش ورا نصايح حد في التدريبات، يعني جربوا، انت مش هتخسر حاجه. ولازم تكونوا عارفين ان التدريب اللي مش هتتعلم منه استفاده علميه لاي سبب من الاسباب، انت هتستفيد منه كونكشن. هتستفيد منه واحد بعد كده يكلمك يقول لك الو ده في كونفرنس في المكان المعين، الو ده في تريننج في المكان المعين. فانت كده كده مستفيد. مفيش حد بيروح مكان او بيروح تدريب حتى لو كان ايه ومش بيستفيد منه. ايا ما كان الاستفادة هتكون ازاي، يعني الاستفادة منين بالظبط محدش عارف. بس خلينا واضحين ان انت لازم تجرب بنفسك. تاني حاجة انه كتروا قوي من ان انتوا توصلوا للاماكن الحكومية أو ريسيرش سنترز، لأن دي اللي هيبقى فيها الدكاترة النابغين اللي معروفين في البلد عامة. فإن أنت حد تاخد نصيحة من دكتور مثلا، من دكتور في ريسيرش سنتر معين أو في مكان حكومي معين، لحد ما أنت هتستفيد منه على فكرة، لأنه هيبقى بيقول لك النصيحة اللي ماشية دلوقتي موجودة إيه. في نفس الوقت برضو أنت لازم تتعلم بطريقة شيك ان انت ازاي تكتب موتيفيشن لتر، او ان انت السي في بتاعك زي ما اتكلمنا عليه، بس ازاي ان انت تكتب ميلز وموتيفيشن ليترز بطريقه كويسه عشان انت بتقدم على المنح. المنح او مثلا السفريات اللي هتتوفر لك، او الانترنشيبس اللي انت مثلا سافرتها، او اللي انت ناوي ان انت تسافرها اقصد، هتبقى مطلوب منك حتى لو انت مسافر تبع جهه معينه. يعني مثلا السفريتين بتوعي، واحده كانت في يوروب وواحده كانت في ساوث افريكا، جنوب افريقيا. الاتنين كانوا مطلوب مني ان انا اكتب برضو موتيفيشن ليتر. انا مسافره صحيح الفرصه كانت جايه لي تبع جامعتي، بس في نفس الوقت كان مطلوب مني حاجات اعملها بنفسي، حاجات توثق البيرسوناليتي بتاعتك، بتعرف تتعامل ولا لا. ولازم تخلي بالك من حاجه، ما تاخدش خطوه السفر باي شكل من الاشكال حتى لو هي متقدمه لك على طبق من ذهب، لو انت لسه معكش لغه، ولو انت ما عندكش الجرأة على التعامل. لان الدنيا بره مش وردية زي ما احنا متخيلين. فعلا دي حقيقة. يعني لما كنت بسمع الكلام ده زمان كنت بتخيل ان ده كلام مش حقيقي، بس لا، هي ده الحقيقة. انت لو مش معاك لغة، ومش معاك ومش يعني مش بتعرف انت تتعامل، وقعت في مشكلة تحاول ان انت تطلع منها بسرعة، او ذهنك مش حاضر، حاول تهدى، تبني اكسبيرينس، تبني شخصية الاول عندك هنا في بلدك، وبعد كده تاخد الخطوة على طول. في ناس بتعرف تتعامل بس هتواجه مصاعب بشكل كبير قوي 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 في الاول. و... فلازم ان انت تكون الاول مؤهل نفسيا لكل حاجة انت هتتحط فيها. فكل ما تبقى جاهز بدري كل ما تستفاد اكتر. وفي نفس الوقت لازم زي ما احنا كنا بنقول دلوقتي not every training will shape your path. مش كل تدريب هيروح هو اللي هيحدد. زي مثلا انت واحد في طب وبعد كده رحت كورس تريننج، كورس ماركتنج، فهل يا ترى انت خلاص نقلت خلاص بقيت ماركتنج؟ لا، هي مش كده خالص. هي بتمشي على حسب انه دي حاجة هتديني مثلا soft skill تانية فتفيدني ان انا ادخل closer to my dream. لازم تخلي بالكم من المعلومة دي. طيب، معظم البروجرامز بتاعت المنح والانترنشيبس والماستر وكل الحاجات دي بتلاقوها على الدات، بتلاقوها مثلا على erasmus. كل الحاجات دي كمان هتلاقوها بشكل كبير جدا على لينكد ان. وفي نفس الوقت خليني اقول لكم ان اي اي تول انت هتقرر ان انت تدخله وتقول له ممكن تقول لي حتى السكولرشيبس والمنح اللي مثلا نحدد اي مكان في العالم، وخليه يجيبها، يعني خليه يوفرها لك. اقول له مثلا scholarships of Europe مثلا ل 2026 for example، واكتب التخصص بتاعك. صدقني مش هتلاقي على كمية المنح اللي انت هتلاقيها.
فبناء عليه انت لازم تكون جاهز وخد التجربه. يعني هي اهم حاجه ان انت جرب، يعني جرب ومثلا الابلكيشن بتاعك ما يتقبلش مره، يجي لك مثلا رفض مره، يجي لك موافقه مره وما تروحش. انت جرب كل حاجه، هتتعلم ايه الاوراق اللي هتبقى مطلوبه منك، وفي نفس الوقت هتتعلم برضو ازاي ان انت تملي ابلكيشن منح، عشان بعد كده لو انت بتقدم على ماستر او بتقدم حتى ان انت عايز تشتغل بره، فكل الحاجات دي تكون موجوده. وعشان الجزء بتاع الايميلز والابلكيشن تولز، لو انت لسه مش بروفيشنال قوي، فانت هتلاقي في تمبلتس كتيره قوي موجوده على اليوتيوب. ركز قوي، سوري، على جوجل، هو في برضو على اليوتيوب ناس بتشرح، فانت شوفهم وحاول انت تتعلم منهم. وفي نفس الوقت دي تولز ممكن تساعدك، زي مثلا جرامرلي، عشان الجرامر بتاعك يكون صح. مش صح طبعا انت تبعت ميل ويكون في اي مشكله في الجرامر. وبرده هنا هتلاقي اي تولز ممكن ان هي تساعدك، بس نصيحه: اوعى باي شكل من الاشكال ان انت تكتب موتيفيشن ليتر كامل او تملى ابلكيشن كامل من الاي اي، لان ده هيتم استبعادك فورا، لان خلاص ما عارفين كده كده الاي اي بيعمل كل حاجه. فما ينفعش. انت بس رتب دماغك، انا بتكلم على ان يكون عندك الاكسبيرينس. شوف المفروض لو انا هكتب مثلا موتيفيشن ليتر، انا بناء مثلا كندا، بناء على السي في بتاعي، اشوف ممكن اكتب ايه وابتدي ان انا اخد الخطوه دي بنفسي. لكن ان انا اعتمد 100% على الاي اي، اعرف ان انت خلاص بلاك ليست، مش هتتقبل، لان يعني في منك كتير هيكونوا بيعملوا كده، فده مش حاجه بروفيشنال. وفي نفس الوقت ده ممكن يفقدك المصداقيه للجامعه نفسها اللي انت بتقدم فيها.